سيبك بقى من الهزار وسيبك من التحفيل، حفّلنا كتير طبعًا، ولكن تعالَ بقى ناخد بقى موضوع وليد الركراكي ده بجد. وليد الركراكي مدير فني غير مسؤول بتصريحاته طبعًا وبأفعاله. وليد الركراكي خلّى معظم الشعوب العربية وكمان الإفريقية ضد منتخب المغرب بتصريحاته الغير مسؤولة طبعًا. لو تفتكر كده معايا في كأس العالم والصحفي بيسأله بيقول له إن الشعوب العربية كلها بتدعم منتخب المغرب، رد طبعًا رد غريب جدًا. قال لك إن أنا مش محتاج طبعًا تشجيع الشعوب العربية، وإن أنا مش بامثّل طبعًا الشعوب العربية، وطبعًا أنا بامثّل المغرب فقط. التصريح ده لحد دلوقتي بيرن في وداني وما أعرفش يعني هو قال كده ليه. تيجي بقى لتصريحاته طبعًا خلال البطولة، بينتقد طبعًا الملاعب الإفريقية والعقلية الإفريقية، وزي ما قُلت لك تحس إن هو جاي من أوروبا، لدرجة إن حتى خلافات منتخب مصر مع الجماهير جه في المؤتمر الصحفي وقال لك إن منتخب مصر بيعلّق طبعًا شماعته مش عارف على مين وعلى إيه، وانتقد حسام حسن. وقُلت لك برضه أنت مالك، خليك في منتخبك. تصريحات طبعًا غير مسؤولة خلّت معظم الشعوب العربية وكمان الإفريقية طبعًا ضد منتخب المغرب، وتحس إن اللي فاز امبارح مش السنغال بس، تحس إن طبعًا أفريقيا كلها اللي فازت.